السلام عليكم. لما تيجي تعمل فيلم عن الست لازم تعرف ان الست دي شعبيتها جامدة جدا. في ستات بيحبوها، كبار في السن بيحبوها. حفلاتها كانت كل خميس من اول كل شهر تقريبا بتبقى كومبليت، التذكرة بتاعتها اغلى تذكرة. الست ديت ليها ناس بيحبوها جدا ومقدرينها. كانت رقيقة في كلامها، كانت الناس كلها بيعتقدوا ان هي يعني قمة الادب والاخلاق. تربية شيخ، حافظة كلام ربنا، ليها مقاطع تسجيلية بالقرآن بصوتها. لازم انت لما تيجي تعمل فيلم عن الست دي تعمل الخلفية الدينية بتاعتها، لانها متربية تربية دينية. مش معقول هتطلعها ان هي ست مش كويسة، او ست انها بتاكل حق الناس. لا، الست دي متربية تربية دينية، يعني عارفة ان هي تعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، يعني بتدي الناس حقها. دي حاجة، دي معلومة. تاني حاجة، انت ما بتعملش فيلم وثائقي، انت بتعمل فيلم عن قصة واحدة الناس بيحبوها، يبقى اظهر فيها الجوانب الكويسة واخفي الجوانب السيئة لو انت كنت تعلم عنها جوانب سيئة. لانك انت ما بتعملش فيلم وثائقي. معلش، لو عايز تعمل فيلم وثائقي عندك قنوات تانية متخصصة في الوثائقية، روح اعمله براحتك. اما لما تعمل فيلم عن الناس بيحبوها، اظهر الحاجة الحلوة فيه. هتعمل فيلم عن اسماعيل ياسين، اظهر الحاجة الحلوة اللي الناس حبته علشانها، الراجل محبوب. لما تعمل فيلم عن عبد الحليم حافظ، ما تعملش فيه عن حاجة وحشة في حياته، حتى لو انت متأكد انها حقيقة. انت ما بتعملش فيلم وثائقي، انت بتعمل فيلم تخليد ذكرى جميلة. بتعمل فيلم بتحبب الناس وتفكرهم بمحبوبهم اللي هم بيحبوه. ديت يا جماعه، انتوا ازاي انتوا عندكم فيلم؟ يعني في صناعه الفيلم المفروض تدرسوا صناعه الفيلم الاول. انتوا بتعمل فيلم ايه؟ وانت بتعمل فيلم اكشن، ولا فيلم حربي، ولا فيلم وثائقي، ولا فيلم حزين، ولا فيلم دراما، ولا فيلم كوميدي؟ انت بتعمل فيلم عن اساطير احبها الناس واحبوهم. يعني انت لازم تفكر كويس لما تيجي تعمل لاحمد مراد، معلش سامحني، تعمل فيلم عن ام كلثوم. انت ما بتعملش فيلم وثائقي، ودي هقولها لك تاني مره. ادرس الست كويس. يا عم، ده جنازتها كانت اكبر من جنازه جمال عبد الناصر. انت بتتكلم بتقول ايه؟ ده الملوك والامراء كانوا بيتمنوا بس يقعدوا معاه 5 دقايق. انت مطلعها في الفيلم انها خايفه ومرتجفه وهي رايحه تقابل الملكه نصدي. مين اللي خايفه ومرتجفه؟ ده شعبيتها تهز القصر. انت بتتكلم ازاي؟ يعني انا مش فاهم الحقيقه، انت ليه حاولت تبرز حاجات سيئه في ام كلثوم؟ دي من وجهه نظرك. الحاجات السيئه دي انت حاولت تبرزها من وجهه نظرك، وده طبعا ما ينفعش. لانك انت لما بتعمل عن شخصية الناس بتحبها، ابرز فيها الجوانب الكويسة، الجوانب الحسنة. ولما تيجي بقى، معلش يعني، حد ينتقدك ولا حاجة، من فضلكم تقبلوا النقد. ليه؟ لانك انت ما بتتكلمش عن واحدة شعبيتها نص نص. لا، انت بتتكلم عن واحدة شعبيتها الناس بتحبها، حتى اعدائها بيحبوها. يعني اقول لك ايه اكتر من كده؟ فلما تيجي تعمل فيلم عن واحدة شعبيتها بالدرجة دي، ابرز الجوانب الجيدة الحسنة، وابعد عن الحاجات اللي انت شايفها من وجهة نظرك سيئة، لان قد يختلف عليها الاخرون. انت ما بتعملش فيلم وثائقي. يا رب تكون المعلومة وصلت. والناس اللي طلعت تهاجم الفيلم، احترموهم واحترموا تاريخهم. ما ينفعش تنتقدوهم لأي سبب من الأسباب. لا يجوز إن أنت تنتقد الناس اللي انتقدوا الفيلم. ده وجهة نظرهم، وأنت قلت وجهة نظرك في الفيلم. استحمل وجهة نظرهم. هي الدنيا كده، استحمل وجهة نظرهم. وجهة نظرهم ممكن تكون صعبة، علشان أنت ما بتعملش فيلم عن أي حد، أنت بتعمل فيلم عن أم كلثوم. أم كلثوم دي كانت اتبرعت بمجهودها كله. دي واحدة جهدت بأموالها في سبيل الله. هتصدق أو ما تصدقش، دي مجاهدة في سبيل الله بأموالها. وده جهاد، أحد أنواع الجهاد، الجهاد بالنفس، الجهاد بالمال. وهي عملت الجهاد بالمال علشان تحرر أرضها. وده في حد ذاته تحترم وليها تقديرها، ومش بخيلة. هو في واحدة تتبرع ب14,000 جنيه استرليني في زمانها؟ عارف يعني ايه 14,000 جنيه استرليني؟ يعني تشتري شوارع بحالها. أعلى أجر خدته فنانة في تاريخ فرنسا. فلما نيجي نتكلم عن واحدة اتبرعت بكل فلوسها من أجل المجهود الحربي، مستحيل تكون الست دي بخيلة أو بتحب الفلوس. ده بالعكس،
أبعد ما تكون الفلوس إلى قلبها. تعالى اسمع نجوى إبراهيم قالت إيه. نجوى إبراهيم قالت أنا رحت كنت عاملة معاها لقاء، ورحت أوريها الماتيريال بتاع اللقاء اللي هيتذاع وكده، وأنا ماشية راحت نادت أحد الشغالين عندها وقالت له هات لي 5 علب من عندك. اداها 5 علب تونة، كل ادتها قالت لها خدي دول هدية مني ليكي، 5 علب تونة، كل علبة تونة 7 كيلو. نجوى إبراهيم بتقول قعدنا ناكل فيهم شهر. يعني دي واحدة بخيلة؟ البخيلة ما تديش لحد حاجة، دي واحدة كريمة وكريمة بزيادة. دي معلومة. اسمع نجوى إبراهيم والحديث بتاعها اللي قالته زمان. وما كانش طبعا حد طلع عن أم كلثوم إنها بخيلة زيكم أو إنها بتموت على القرش، بالعكس هي ما كانتش بتحب، كانت أبعد ما يكون الموضوع الفلوس إلى قلبها. هي كانت بتحب كلمات الأغاني واللحن أكتر حاجة عندها، إنها تعمل حاجة كويسة تسيبها ذكرى للناس، حتى لو كانت الذكرى ديت بعض الناس ينتقدوها عليها، كل واحد وحسابه عند ربه سبحانه وتعالى. يا ريت نعرف نفرق بين إن إحنا نعمل فيلم عن واحد الناس بتحبه وفيلم وثائقي. ويا ريت المعلومة تكون وصلت. معكم محمد فاروق أبو فرحة، تابعوني. السلام عليكم ورحمة الله.